السلام عليكم يا حلوين، يا رب تكونوا كويسين وبخير. جايلكم بقى النهارده بفيديو جديد. معايا بقى روتين يوم الجمعه، طبعا جمعه مباركه عليكم جميعا. قبل بقى ما ندخل الفيديو بتاعنا تعالوا بينا نصلي على النبي. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. لاول مره بتشوفوني ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس والكومنت الحلو بتاعكم. ويلا بينا ندخل الفيديو بتاعنا. معايا بقى النهارده الروتين جامد جدا. الروتين بقى يوم الجمعه كله نشاط طبعا وكده وحيويه وصحيه بدري عن كل يوم. الولاد طبعا مش موجودين، فانا استغليت بقى ان انا قاعده في الشقه لوحدي، فقلت بقى ايه اصور بقى الروتين ده واظبط لهم بقى الاوض بتاعتهم بما انهم مش موجودين. فانا معايا بقى الوقت مفتوح ان انا اعمل كل حاجه براحتي. دلوقتي بقى انا بشيل اللحفه الفايبر دي بشيلها لان حاسه خلاص الجو ما عادش محتاج. الجو بقى اصلا حر من فتره وانا مكسله ان انا اشيلهم، عماله اقول ايه ربما الجو يرجع يسقع تاني. فالنهارده قررت بقى ان انا هشيلهم واغير بقى المفارش او الملايات بتاعت السرير دي كلها، واطلع لهم بقى دفايات نظيفه وجديده كده افرشها لهم برضو. يبقوا يضغطوا بيها يعني لو الجو برد بالليل ولا حاجه. آه، انا هنا في اوضه ابني زي ما انتوا شايفين كده، اول مره اصور فيها اصلا يعني، وبرضو اوضه البنات اول مره اصور فيها. دينا اللي كانت عملت معاكم فيديو من فتره في الاوضه بتاعتها، لكن انا ما صورتش فيها خالص قبل كده. هي الأوضة كاملة، بس احنا حاطين السرير ده لوحده هنا في الأوضة عشان طبعا يبقوا البنات منفصلين لوحدهم في أوضة تانية. وهناك بقى الدولاب والتسريحة والسرير التاني بتاع الأوضة. فاهمين ازاي؟ يعني هنا السرير ده بس، وفي دولاب تاني، بس الدولاب مش تبع الأوضة دي يعني، الدولاب رسمة تانية لوحده. آه، شلت بقى الكفر كده. بحب ان انا لما اشيل ملاية ان انا انفض برضو الكفر كده عشان يبقى متظبط الكفر بتاع المرتبة، وبنفض برضو المرتبة من تحت الكفر عشان لو عليها تراب ولا اي حاجة. وبظبط كده الكفر بثبته من تحت المرتبة عشان ما يفضلش يترفع كده، ولو اترفع بيكلكع تحت المرتبة. تحت الملاية يعني. هنا بقى بفرش الملايات زي ما انتوا شايفين كده. الدنيا بصوا هس هس، مفيش اي حد. طول اليوم قاعده انا مع نفسي كده بصوا. في حته تانية، ولا حد بيقول لي ماما عايزين نتغدى، ولا حد بيقول له ماما عايزين نفطر، ولا اي حاجه. انا مع نفسي كده. هلبس برضو اكياس المخدات والخداديات، وافرش بقى الدفايه اللي هم هيتغطوا بيها. المخدة دي فايبر، فتلبسها صعب في الاكياس، او الاكياس اللي ضيقه مش عارفه يعني، كانت محتاجه حد يشد قصادي كده. دي بقى الدفايه، دفايه برضو تقيله مش خفيفه. الدفايه دي تقريبا نص بطانيه اصلا. ولونها بقى تحفه. شايفين بقى لون التايجر؟ انا اصلا بعشق اي حاجه فيها تايجر. شايفين لون التايجر بقى حلو فيها ازاي؟ بجد جميله. هوريها لكم برضو من قرب، من على قرب الوقت. هي رسومات حفر كده ودفايه تقيله كده وماسكه نفسها يعني. انا كنت جايباها من سنتين، كانت ب 300 جنيه او 350 جنيه تقريبا. 350 جنيه دلوقتي يمكن تعدل 500 جنيه كمان، بس دفايه بمعنى الكلمه يعني. هنا بقى بشوف الكومودينو اي حاجه ملهاش لازمه او كده بشيلها، وبعدين بلمع برضو الكومودينو كده وارصله الحاجات بتاعته تاني، العلاجات بتاعته. الكومودينو بقى ده هو نفس رسمة الدولاب اللي في الأوضة يعني، دول حاجة منفصلة عن السرير. السرير ده تكملة الأوضة بتاعت البنات يعني. شوية كده هنجيب لابني سرير هنا، وناخد السرير ده نحطه في أوضة البنات، يبقى هناك الأوضة كاملة متكاملة كده مع نفسها. لمعت الكومودينو وحطيت له بقى الحاجة بتاعته، وكان حاطط برضو الساعة ومش عارفه ايه، شلتهم له في الدرج عشان برضو ما يتنطروش او يضيعوا كده ولا كده. هكنس بقى الأرضية.
المروحة دي بتبقى قريبة للسرير عشان الفيشة، يعني هي بتبقى مكانها ان هي قريبة خالص للسرير، جنب الكومودينو بالظبط، علشان الفيشة تبقى قريبة لها، عشان دي اقرب فيشة بالنسبة للسرير والمروحة. وده شكل الدفاية من على القرب، انا حابة اوريها لكم عشان انا مبسوطة بيها بجد. شايفين بقى رسومات حفر ازاي؟ بجد تحفة. دخلت هنا بقى على اوضة البنات، ودي اكتر اوضة بتبقى مكركبة، وطبعا عارفين بقى البنات غير الولاد خالص. الاوضة بتاعتهم بتبقى فيها تفاصيل كتير، وحاجات واقعة وتوك، لا دبابيس، لا مش عارفة ايه كده. برضو شلت اللحاف، هحطه بقى مع اللحاف التاني يومين كده ولا حاجة، وابقى اغسلهم، اطلعه بره الاوضه خالص. الاوضه دي صغيره ومحندقه كده، مش واسعه زي الاوضه التانيين، دي صغنونه كده. هشيل برضو الملايه، وزي ما عملت برضو في الاوضه التانية هعمل في الاوضه دي. وهشيل برضو اكياس المخدات، واغير بقى الطقم كله، وهنفض برضو تحت الكفر زي ما انتوا عارفين بقى ولسه قايله لكم. وبثبته كده من تحت المرتبه عشان افرش الملايه تبقى مظبوطه معايا. بنفض برضو السرير من الظهر كده، عشان برضو لو عليه تراب ولا اي حاجة قبل ما افرش الملاية. هلبس بقى الاكياس برضو بتاعه المخدات دي، المأساة بقى والحاجة اللي ما بحبهاش. وافرش الملاية، ويبقى كده خلاص السرير برضو ده خلاص كده جاهز او خلص معايا. احط برضو المخدة والخدة دي التانية الصغيرة. وهجيب بقى الدفاية التحفة دي. الدفاية دي لونها هي تقريبا كروهات كده، يعني زي ما انتوا شايفين. النقشة بتاعتها كروهات كده، وبرضو بارزة، هي مضلعة كده، والتطليعة بتاعتها بارزة برضو، وحفر زي يعني هي حفر زي الدفاية التانية، بس التصميم مختلف. دي فيها خطوط كده بالطول وخطوط بارزة برضو. وهنا بقى ده الكومودينو اللي مراية في الظهر كده زي نظام تسريحة يعني. والبوكس الخشب ده حاطين فيه الاكسسوارات والتوك وشوية حاجات كده، ايه اللي بيقعدوا يدعوا كل شوية دول. وشلت بقى شلت ايه شلت كل حاجة برضو. وجبت بقى ملمع الازاز، وهلمع كده برضو المراية والكومودينو برضو، عشان لو في اي حاجة السطح بتاعه يعني. وهرجع كل حاجة بقى مكانها تاني. كده زي ما انتوا شايفين. وجيت بقى على الشباك برضو، جبت الفرشة بتاعتي صديقتي كده وصاحبتي اللي معايا في اي تنظيف. وبدأت اشيل التراب بقى اللي على الشباك والازاز وكده. بس طبعا عشان انا الاضاءة بتاعت الشباك عكس الاضاءة بتاعت التلفزيون كده، الاضاءة مش واضحة معاكم يعني. هنا خلاص هشيل بقى الفرش اللي في الارضيه. شلت الفرش ونفضتها كده وطلعتها بره عشان ابدا بقى اكنس الاوضه. وشلت كمان الباسكت بتاع الزباله، هطلعه بره بقى عشان ابقى افضيه وارجعه على نظافه، واغير الكيس بقى اللي فيه زي ما انتم عارفين كده. وهنا بكنس الارضيه. وفي بقى مكتب صغير كده هما بيذاكروا عليه، المكتب الصغنون اللي هناك ده عليه برضو الكتب متنعكشه كده ومتبهدله. بس ايه يعني انا مش هشغل بالي بموضوع الكتب، انا بس هعدلهم كده عشان الشكل العام بس وخلاص.
لكن هما كده كده عشان لسه عندنا دينا تالتة اعدادي ما امتحنتش، فهي دينا عموما يعني بتحب الفوضى كده. انا عارفه هي تسمع الفيديو دلوقتي وهتقولي انت بتقولي عليا كده ليه، بس هي دي حقيقه، انت يا دينا بتحب الفوضى. هكنس بقى كده الارضيه وارجع كل حاجه مكانها تاني. الكرسي بتاع المكتب اللي هناك ده هي حاطه عليه عبايه كده بتصلي فيها، وكمان المصليه، فهم ده مكانهم اصلا، فانا مش هشيلهم يعني، هسيبهم قدامها كده عشان ايه، راحه جايه كده تفتكر ان هي تصلي يعني. هرجع بس الكرسي كده مكانه، وهقفل بقى الازاز عشان ما يدخلش بقى اي تراب تاني من بره. صدقت بقى ان انا خلصت. واخر حاجة بقى الدولاب، هديله برضو تلميعة كده بفوطة عشان لو في تراب او اي حاجة عليه تطلع، وتبقى كده الأوضة دي كمان خلصت معايا. وبجد في فرق قبل وبعد، فرق شاسع يعني. شايفين بقى الدفاية برضو صورتها لكم من قريب زي التانية، شايفين بقى التطليعة بتاعتها بارزة لفوق وحفر، وبصوا تحفة. وده شكل الأوضة كلها، يمكن أصغر أوضة ممكن تشوفوها هي الأوضة دي. مع ان الشقة كلها واسعة والأوض كلها واسعة، بس سبحان الله يعني. خلاص بقى خلصت، فانا المفروض بقى هعمل غدا خفيف. فانا هعمل بقى صينيه جلاش بالفراخ. طريقتها بالظبط كنت منزلها لكم في فيديو قبل كده. فانا هنا بقى ايه بديكم بس ايه مقتطفات كده من وانا بعملها. بصوا انا بعمل صينيه جلاش ما حصلتش، مش بشكر في نفسي، بس انت هتشوفوها معايا دلوقتي، بجد بتبقى تحفه، وطعمها بالفراخ في حته تانية. انا معايا هنا لفتين من الجلاش، حطيت لفة في الصينية من تحت، وبعد كده حطيت الفراخ بتاعتي اللي انا معصجاها بملح وفلفل بقى وبصل وفلفل اخضر، حطيت كمان قرن شطة، وظبطت التوابل بتاعتي، وحطيت حبيتين كده من طماطم قطعتهم تقطيعه صغيره، وعملت ميكس رهيب، ريحتها كانت جميله اصلا. يا سلام بقى لو تتعمل سندوتشات كده بتبقى تحفه. عصقتها كل الكلام ده مع بعضه، وبعدين نزلتها كده في صينيه الجلاش. كنت حطيت بقى لفه من الجلاش تحت، وبعد كده حطيت الفراخ، وبعد كده حطيت لفه تاني من الجلاش فوق. وبدهن بين كل الطبقات بتاعه الجلاش، ما بدهنش يعني ما بسيبش مثلا كل طبقتين ولا حاجه على ما ادهن مره، لا انا بدهن كل مره عشان الجلاش بتاعي يطلع مورق وبيطلع جميل. وخلصت وظبطت كده الحروف بتاعه الصينيه، وبعدين بدات ان انا اقطع بقى الجلاش بتاعي علشان اسقيه بقى باللبن والبيض، وكمان معلقه سمنه وحاجه بسيطه كده من البيكنج باودر مدوبها في قلب اللبن عشان تخلي الجلاش بتاعي مورق ويطلع بالعظمه دي. شايفين بقى عامل ازاي؟ طبعا ما ننساش شويه فلفل اسود بقى وشويه ملح صغيرين مع اللبن والبيض عشان يبقى الطعم مظبوط وما يبقاش فيه ريحه زفاره ولا اي حاجه. وهنا خلاص بقى كنت قطعت الجلاش بتاعي، بفضيه كده في اطباق، وعامله معاه بس شوربه لسان عصفور، مش عامله معاه حاجه تانية، انا عاملاها هي دي وجبه اساسيه يعني، هنتعشى بيها او نتغدى بيها. احنا بالنسبه لنا الغدا هو العشاء يعني، هي وجبه واحده في الاخر. بالنسبه للغدا والعشاء هم حاجه واحده. وشويه مخلل بقى واحلى غدا. بصوا شايفين القطعه ماسكه نفسها كده، والقطعه قطعه يعني، واخد لون ذهبي كده. وبصوا يعني هسيبكم تجربوا وتقولوا لي ايه رايكم. وهنا حطيت 3 بولات كده من شوربة لسان العصفور وطبق مخلل، وده كان احلى غدا واحلى عشاء. شايفين بقى العظمة؟ الجلاش مقرمش من بره لدرجة ان هو بيتفرفت وانت بتاكليه، وطري جدا من جوه وطعمه خرافة. وهنا بقى قلت قبل ما اقعد بقى، عشان لو قعدت ما كنتش هقوم اعمل لهم حاجه تاني، فكان عندي كده نص بطيخه في التلاجة، فقلت اقطعها لهم بعد ما غسلت المواعين طبعا واتغدينا وكل الكلام الحلو ده. فقلت هقطعها واسيبها بقى في التلاجة كده متقطعه، لما يحبوا هم ياكلوا يبقوا يفضوا في الاطباق على طول، تبقى ايه جاهزه يعني، لان هم مش هيعرفوا يقطعوها كده.
بقطع بقى التقطيعة العشوائية يعني او التقطيعة العادية، ان انا بس ايه بشيل من القشرة واعمل قطع كده بالسكينة عشان ياكلوها بالشوكة. وده كان فيديو النهاردة بقى، بتمنى يكون عجبكم، وما تنسوش تحطوا لي لايك للفيديو، ويعني كومنت حلو بقى لو اتشجعتم كده بحاجة بسيطة، وتشتركوا بقى في القناة. ويا رب يكون الروتين عجبكم، واشوف وشكم بخير، ومع السلامة.